اهلا البنات، مرحبا بكم معي في القناة ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. كما راكم تشوفوا وصفتنا تاع اليوم هي وصفة هندية، دجاج التيكا ولا ساندويتش التيكا المعروف في الهند بخبز النان. يعني اليوم الاكل راهو هندي 100%. جبت لكم المطاعم الهندية اللي عندكم في الدار بواحد اللمسة ما شاء الله. الدجاج طري يجي كالزبدة. اروحوا تشوفوا معايا كيفاش عملتو، وكما عودتكم مقادير راهم مكتوبين. نحتاج صدور تاع الدجاج، كل وحده تديها على حسب افراد العائله ديالها. شديتهم قطعتهم حطيتهم في صحن. واش درت لهم انا؟ درت لهم حوالي 6 فص ثوم، يعني كميه تاع الثوم معتبره، مع عصير تاع الليمون. خلطتهم مليح، دخلتهم الثلاجه اقل شيء نصف ساعه. في الوقت هذا حضرت التتبيله تاعي. حطيت انا ياغورت طبيعي، كريمه طازجه. البهارات راه مكتوبين في صندوق الوصف. التابل الرئيسي هو هذا تاع تيكا، اللي ما عندهاش توضع الزنجبيل. حطيت انا هنايا الملح، زيت الزيتون، نخلط الكل المكونات. بعد ما الدجاج تاعي قعد لي اكثر من نص ساعه في الثلاجه، خرجته حطيت له هذيك التتبيله ونخلطه مليح مليح. فقط ملاحظه، كما قلت لكم، اللي ما عندهاش هذاك التابل تاع التيكا تقدر توضع ملعقه كبيره تاع زنجبيل مع بهار تاع دجاج، وزيد شويه تاع الحار. شديت انايا هذيك الدجاج تاعي، حطيته في اعواد تاع الشواء هكذا. كملتهم حطيتهم في الثلاجه ماشي بزاف، حطيتهم حوالي ربع ساعه وجيت شويتهم. بالنسبه للشو، كاين اللي حطيته في الفرن. هذه اول مره انا نشوي في الفرن، قلت لا غير نجربها وعجبتني بزاف. شديت هكذا حطيتهم في الفرن على نار تكون قليله. رشيت عليهم الزيت ودخلتهم، ونصهم حطيتهم هكذا في المقله. حطيت لها شويه زيت ونقعد نقلي في هاد الافخاذ تاع الدجاج. يعني كيما تحبوا تحطوا في الفرن، ولا تحبوا كيما نقولوا حنايا تشووا كيما شويت انا. وحبيت نشارك معكم هاد السلطه ولا هاد البصل اللي يديروه الهنوده مع المشاوي تاعهم. حطيت بصل مقطع شرائح. الفلفل هذا اختياري ماشي لازم. ملح، فلفل اسود، رشه خفيفه تاع الخل يمكن الاستغناء عنها. نفركها مليح هكا بنيديه ونخليها كي يوجدوا المشاوي تاعي نستعملها. جربوها وراح تشوفوا الذوق ديالها. وكما راكم تشوفوا المشاوي تاعي هذوما اللي درتهم في الفرن راهم وجدوا، راهم قدامكم طابوا لي ما شاء الله. كما راهو باين تاع الفرن وجدوا، وتاع المقله تانيك راهم واجدين. الصحن تاعي راهو قدامكم ما شاء الله. خبز النان اللي كنت شاركته معكم في الفيديو اللي فات، الوصفه راهي في القناه، مع دجاج تيكا. يعني البهارات هذوما راح يعطوهم واحد الذوق مختلف، ما عندهمش علاقه يعني بالذوق تاع البهارات ديالنا. والدجاج كما قلت لكم جاني يذوب في الفم، والطري من الداخل وماشي ناشف، لانه حطينا في هذاك عصير تاع الليمون فطراه مليح مليح كما راهو باين. دوكا نجو نشكلو الساندويتش الشهير تاع الهند. حطيت انا هنا اي صلصه يكون عندكم. حطيت هنايا شويه تاع بطاطا كما راكم تشوفوا. خبز النان كنت شاركته معكم. هنا حطيت المشاوي، وحده اللي شويتها في المقله والثانيه اللي درتها في الفرن. زيد حطيت هذاك الخليط تاع البصل هذاك اللي شاركته معكم. صدقوني هذا راح يعطي واحد الذوق للساندويتش تاعكم اكثر من رائع. زدت لها شويه صلصه حاره، لازم كي نقولوا الهند معناتها نقولوا صلصه الحاره. وهاوليك ساندويتش تاعي راهو ما شاء الله راهو قدامكم. يعني صدقوني ساندويتش تاع المطاعم بلا منازع. جربوه وراح تشوفوا. هذه لمحبي الاكل الهندي ولمحبين الحار. انا ولادي ياكلوا الحار عادي. هذه هي البنات وصفتنا تاعنا اليوم، ساندويتش تيكا ولا دجاج تيكا الهندي. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. لما لا، وسنوني في وصفات اخرى. سلام.